اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله. الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن ازاي تصرف اعلاناتك صح، ازاي توازن الميزانيه بتاعتك، تعرف تحط ايه فين امتى وازاي وكل النقط. يعني انت لما بتيجي خلاص خلصت الويب سايت وخلصت الكونتنت وخلصت الكرييتيفز، بتيجي نقطه الاعلانات. في الاغلب انت داخل ما في قصه انت داخل عليها مش فاهمها، تمام؟ ولما بتبدا اغلب الناس بتقع في نقطه ايه؟ ان الاعلان بيصرف مفيش اوردرات وهم صارفين مبلغ وقدره فبيوقفوا السلام عليكم وعليكم السلام، خلصت كده الحكايه كلها. في ناس تانية بتصرف بيجي لها مثلا اوردر بيجي لها ربح 50 بس هي صارفه اصلا 100، فبتقول طب انا داخل اخسر، طب وعلى ايه؟ فتقول برضو الحكايه خلصت. انا جاي لك في الفيديو ده اقول لك لا، هي ما خلصتش ان شاء الله ولا حاجه. في 4 ل 5 نقط هتكلم معاكم فيها تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي، عشان ما تبقاش زي ايه حماده وحماده. المهم دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن اول نقطه، وهي ما تبداش بميزانيه كبيره. ليه ما تبداش بميزانيه كبيره؟ انت لو ربنا فتحها عليك ما تخشش برضه بقلب. ليه؟ لسبب نقطتين. اول نقطه، انت داخل تتست، داخل تعمل تجربه، تجرب حملاتك وتشوف ايه اللي هينفع وايه اللي ما ينفعش. تاني حاجه ان بتظبط البيكسل بتاعك. يعني ايه اظبط البيكسل بتاعي؟ ان دلوقتي الالجوريزم الخاص بالبلاتفورم، سواء شغال على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، مش هتفرق. الالجوريزم لازم يفهم طبيعه العملاء بتوعك، لازم يوجه الكونتنت بتاعك للناس اللي فعلا هتشتري، الناس اللي فعلا مهتمه وعايزه المنتج بتاعك. فده بيتطلب صرف في الاول. هو برضو ايه، انت مش خلصت كل حاجه تخش طق جالك اوردرات السلام عليكم وعليكم السلام. ما لو انت تعرف تعمل كده اعمل كده بالناس، بس هي مفيش الكلام ده. انت لازم في الاول تفهم الالجوريزم. طيب يعني ده الويب سايت بتاعي، دي الدنيا بتاعتي، دي طريقه الكونتنت، وصل لي للناس اللي هيشتروا. طب الموضوع ده بيحتاج ايه؟ محتاج صبر، محتاج صرف، محتاج وقت. شكرا. سقطت ال3 نقط دولت في الاول، كده انت بدات تحط رجلك ايه على فاهم الدنيا واحده واحده. تمام. تاني نقطه، الجمهور المستهدف بتاعك لازم برضو ايه تساعد الالجوريزم فيه. بمعنى انت لو منتج نسائي لازم تشوف خلاص يبقى الف ب، تعرفت ان انت هتعمل استهداف نساء مش رجال. في ناس بتعمل رجال الاستراتيجي تانية، بس انا بتكلم عن الستاندرد استراتيجي، يعني فاهم قصدي؟ فانت الاساسيات بتاعتك ان انت هتستهدف. تمام. طب سن كام؟ انت المنتج بتاعك بعد ما تعمل ريسيرش عليه وتفهم كل حاجه ليها علاقه بيه، مين اللي هيشتري منه؟ سن كام لكام؟ طب والله احنا بنتست، صح؟ الله ينور عليك. احنا بنضيف كل حاجه في البدايه، اول 18 25 وكذا، والدنيا شغاله جالك اوردرز، جالك عرفت مين اللي بيخش على انهي اكتر سن بيخش على الويب سايت، انهي اكتر سن بيخش على الكونتنت والفيديوز بتاعتك. كل الحاجات دي لازم تقراها، وده هيجي لنا للنقطه الثالثه، وهي اقرا ارقامك بعد كده. ما تمشيهاش كده بسم الله الرحمن الرحيم، تقعد بورقه وقلم تشوف الحملات اللي فاتت اللي انت صارف عليها. اصل انت بص، يعني في نقطه مهمه، انت بتستثمر. طف دماغك، انت مش بتصرف لله وللوطن، انت بتستثمر وقتك، بتستثمر فلوسك، فاستثمر صح. بمعنى المبلغ اللي انت بتصرفه شوف ايه اللي جاب لك ايه الفلوس اللي صرفتها. جاب لك ان انت فهمت ان المنتج ده بيجيله ناس من السن كذا لكذا، بيجيله اهتمامات من كذا لكذا، من المدن كذا وكذا، اللغات كذا وكذا. تفهم كل الحاجات دي تكتبها. ليه؟ لان انت الفلوس اللي رميتها كاستثمار جبت قصادها بيانات تحليلات للويب سايت عندك تستخدمهم في اعلاناتك، تقلل معاك تكلفه مبالغ فوق الوصف قدام. فاهم الفكره؟ فدي نقطه مهمه جدا ما ينفعش تهملها، ما ينفعش ابدا ان انت تستغنى عنها. لا يا معلم، كمل. في الاول مش هيجيلك اوردرات، عشان برضه ايه يكون في علمك، انت هتصرف كتير في الاول مش هيجيلك. ده المتعارف. في ناس بتبدا ما بتصرفش كتير، بتصرف قليل وبيجي لها. هي برضه الموضوع انا بكلمك في الطبيعي. طبيعي داخل مبلغ صغير، تجرب دي حملاتك، تشوف الدنيا هتمشي ازاي. بعد كده بتبدا تشوف التارجت اودينس اللي هتختاره، استهداف نساء ايا يكن، جرب فيه، تعمل اكتر من واحده، بحيث المبلغ اللي انت بتحطه بتست اكتر من مكان عشان تنجز بدري. انت عايز على الاقل اسبوع تجربه عمال تخسر فيه، تعوض قصادهم
فتره كبيره ان شاء الله ان شاء الله لو اتوفقت خلاص بقى، ما انت فاهم، ما انت عارف ده اللي بيجي لك وده اللي بيعمل وده اللي بيسوي، فالموضوع بقى بسيط. فاهم الفكره؟ كمان انت المفروض الفيديوز اللي انت بتستخدمها دي ليها عائد. انت دلوقتي رافع 5 فيديوهات، انت عارف انهي اللي بيجيب؟ تعرفش. عارف انهي اللي هيجيب؟ علم علمك، لا انا اعرف ولا انت تعرف ولا حد يعرف. اما مين اللي يعرف؟ تجربه، التست بتاعك. انت لما تنزل ال5 بالتارجت بتاعك، ميزانيه توزعها عليهم صغيره، ده اللي بيجيب. الفيديو ده اللي بيجيب. الادسيت دي اللي بتجيب. اسمه ايه ده؟ التارجت بتاعك ده اللي بيجيب. خلاص انت فهمت اللعبه ماشيه ازاي. زود براحتك، عايز ترفع $1000 في اليوم ما حدش هيقول لك حاجه، بس $1000 دولت مصروفين عشان يجيبوا لك ايه والمين. هو موضوع برضو الاعلانات لازم توازن فيهم، لازم تمشي باستراتيجي. انت لو سبتها كده هتقع وما توقفش. يعني بقى لو في اول اسبوع لقيت مفيش اوردرات، ما توقفش الشغل بشكل عام، وقف حملاتك، جرب حملات تانية، وقف منتجك وغير منتجات تانية، وارقامك هي اللي هتفهمك دنيتك. يعني كنت عايز اعملها ورد بني بس ما قدرتش، بس يعني الفكره وصلت. اهم حاجه يعني ان انت اللي بتصرفه بيجي لك قصاده ايه؟ بيانات وتحليلات، وده جاب منين وده عمل ايه. واهتم بمايكروسوفت كليرتي. مايكروسوفت كليرتي دي عباره عن اداه بتضاف عندك في الويب سايت، بتبين لك، بيعتبر زي سكرين ريكورد من موبايل العملاء، بيوريك هم شافوا ايه، هم بيلفوا في الويب سايت ازاي، بيتكوا على ايه، بيشوفوا ايه يطلعوا، بيشوفوا ايه يكملوا. دي اداه ولازم تكون عندك، لازم ان انت تدخلها في الاساسيات عندك في الويب سايت. اعملوا سيرش عليها، كنت منزل عليها ريل على الانستجرام، تقدروا برضه تخش على الانستجرام تشوفوها. وبعد كده ورقه وقلم، حلل واحده واحده ميزانيتك. تيست الاول، يبقى عامل حسابك ان انت اللي هتحطه مش هيجيلك في التيست على طول. خلينا برضه ايه صراحه مع بعض، وارد يجيلك، وارد ما يجيلكش طبعا. ليه؟ لان انت مش عارف، انت بترمي، عارف انت ايه، رميت السناره مش بتيجي في الدايره دي. يعني انت دلوقتي رميت السناره في الحته دي ما جاتش، رحت تطلعها، رحت رميت السناره في الحته دي جات لك واحده، طب حلو، فنشوف اللي جنبها عماله تتزايد. فاهم الفكره؟ فخلاص عرفت ان دي مش هتجيب، دي اللي بتجيب. يبقى انت الفلوس اللي صرفتها في التست عرفتك ان الحته دي ما فيهاش فرص وما فيهاش اي حاجه، فخلاص نبعد عنها، خلينا مركزين هنا بس بقى. يعني الموضوع بسيط، بس عايز تبقى فاهمه، والمايند سيت بتاعتك تبقى فاهم ان والله 1 2 3. وده اللي بحاول اعمله، بحاول اخليك برضو ايه، تبص على النقط دي، لان انا مريت بالحاجات دي وخسرت فلوس كتير جدا في التست. انا عامه كصرفي اكتر حاجه بصرف فيها في حياتي انا تست يعني فاهم، اكتر فلوس ضيعتها في حياتي كانت في التست. بس طبعا قصادها لو مش عملت التست ده ما كنتش عملت حاجه، مش وصلت، ما كنتش جيت هنا عملي، ما كانش في بيزنس شغاله، ما كانش فيه. ركز في النقطه دي، ما تخليش حد يوقفك، ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد يستغلك. ركز في نفسك. عايز تعمل حاجه لنفسك، انت عايز توصل لحاجه كبير، عايز تفتخر بنفسك قدام، فلازم تعمل حاجه اغلب الناس ما عملتهاش. لازم تعمل حاجه ناس مش فاهماها بس انت فاهمها. الفكره. والبراندات كتير، كل اللي حواليك براندات، كل الاعلانات اللي هنا تستغلك. طب ليه يا معلم انت ما تستغلش زي البراندات دول بقى؟ فاهم الفكره؟ او كلها بتعمل اعلانات في كل حته وفي كل مكان، والناس دي بيصرفوا فلوس برضه. انت لازم برضه، انت خلاص لما دخلت مجال زي ده، فانت ان شاء الله هتبقى حد من الناس دي. انت بتبدا ان انت تطور، تديفولب يور سيلف عشان تبقى حد من الناس دي. فنصيحتي ليك، ابدا ركز مع نفسك، ادي الموضوع جديه، بالله عليك اديله جديه، واصرف صح. ابدا اصرف مبلغ صغير في الاول، افهم الدنيا ماشيه ازاي، شوف التارجت اودينس بتوعك، شوف ايه اللي بيجيب، شوف ايه اللي ما بيجيبش، ورقه وقلم. طب المنتج ده ما جابش، انا في غيره، ابدا فيديوهات تانية، اقرا ارقامك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتسيب لي كومنت بعنوان ايه الفيديو الجاي، وتروح لي على الانستجرام تعمل فولو عشان اتابع معاكم ان شاء الله لو احتجت اي حاجه. وباذن الله اشوفكم في فيديو.